عليكم البنات. اليوم غادي ندير لكم واحد الكوماج ساهل ومنهالي. انا دابا درت معلقه تاع زيت العود، وغادي نزيدو كيف تشوفوا شويه ديال الملحه، وغادي نخلطو كلشي مزيان. كنظن ان هاد الكوماج راكم عارفينه، حيت عارفين زيت العود ديما شنو الفوائد ديالو على الوجه. تيصفي البشره و تيحيد داك اثار الشمس، يعني بحال الا كانت السموريه تاع الشمس هو تيحيدها الا تبعتو هاد الوصفه. ودابا من ورا ما كما كتشوفوا كيولي عندنا بحال هكا، كيولي يحرش شي شويه. غادي نشدو. انا من ورا ما درت هاد السكر، هاد الملحه وزيت العود في يديا، انا غادي ندير هادي غير كتبقاي تدير ليها بحال هكا، هي تتبقى تدير لك الكوماج. انا جربتها لوجهي والحمد لله لقيت نتيجه زوينه. هي كتلاق حتى الوجه اللي كيكون فيه حب شباب، فمزيان بزاف. زيت العود راه الا قريتو المزايا ديالو راه زوين بزاف، حتى اللي ديالكم تقدروا تستخدموه ليها بحال هكا. كتبقى كتحيد لكم كاع داكشي الشوائب اللي كيكون عندكم في الوجه ديالكم، داك الاشعه الشمس ولا الكحوليه ولا اي حاجه كتحيدها لكم. ومن بعد صافي تنوقفوا بحال هكا. شفتوا الاله اللي قلت لكم؟ تشوفوا انا من ورا ما درت هاد السكر، هاد الملحه وزيت العود في يديا، انا غادي ندير هادي غير كتبقاي تدير ليها بحال هكا، هي تتبقى تدير لك الكوماج. انا جربتها لوجهي والحمد لله لقيت نتيجه زوينه. هي كتلاق حتى الوجه اللي كيكون فيه حب شباب، فمزيان بزاف. زيت العود راه الا قريتو المزايا ديالو راه زوين بزاف، حتى اللي ديالكم تقدروا تستخدموه ليها بحال هكا. كتبقى كتحيد لكم كاع داكشي الشوائب اللي كيكون عندكم في الوجه ديالكم، داك الاشعه الشمس ولا الكحوليه ولا اي حاجه كتحيدها لكم. ومن بعد صافي تنوقفوا بحال هكا. شفتوا الاله اللي قلت لكم؟ بهذا هاد الزيت، زيت جوز الهند، شفتوا؟ هذا تينفع مزيان الواحد يبقى يديرو وينعس به، غزال، تيصفي البشره 100%.